أنا عندي 26 سنة، متجوزة من 10 سنين. أيوه، زي ما سمعتوا، متجوزة من 10 سنين. متجوزة وأنا عندي 16 سنة. كان جارنا، وكنت بحبه وبيحبني قوي برغم إن هو أكبر مني ب13 سنة. هو بيشتغل محامي، وفي بداية جوازنا كنا مضطرين نعيش في محافظة تانية غير المحافظة بتاعتنا عشان شغله كان فيها. ومع أول حمل تعبت جدا وحصلت لي مشاكل صحية لأني كنت صغيرة، واضطرينا ان نرجع المحافظة اللي احنا منها، وعشنا في بيت العيلة. عشت معاه في أوضة وصالة، وكنت مستحملة وبقول مش مشكلة، أنا جنبه وفي ظهره لحد ما يكبر، لحد ما يكون مستقبله أكتر وأكتر ونقدر ناخد شقة أكبر. بس للأسف هو ما قدرش ده. اكتشفت خياناته ومكالماته ورسايل على التليفون إنه بيكلم ستات على النت وفي التليفون. ولما كنت أواجهه إني سمعته أو شفت رسايل، كان يتحجج بأي حجة ويطلع أي مبررات، ومبرراته ما كانتش بتخلص. وكنت بسامح وبعدي عشان أنا بحبه وعشان ابني. وعدت الأيام والسنين، وخياناته ما بتخلص والمواقف ما بتخلص. وكل ما أغضب وأروح عند أهلي وأقول أنا عايزة أتطلق، يرجع يراضيني ويصالحني، وارجع وأقول الواحدة ملهاش غير بيتها، وبتبقى في بيت أهلها ضيفة بعد ما بتتجوز. وجيت جبت بنتي التانية، وفي يوم من الأيام كنت عند أمي ورجعت، ما كانش يعرف إن أنا راجعة في الوقت ده. دخلت البيت لقيت معاه واحدة، لقيتهم قاعدين على السرير في أوضة النوم. هما بهدومهم، ما شفتش حاجة وما كانش في حاجة، بس ايه اللي دخلها أوضة النوم؟ ولما قلت له مين دي، قال لي دي موكلة جاية تسألني في حاجة. احنا في منطقة شعبية، والناس كتير كانوا بيترددوا على البيت ياخدوا منه استشارات قانونية. ولما واجهته واتخانقت وزعقت، ضربني وزرق لي وشي وورمهولي، وغضبت ورحت عند أهلي. وحصلت مشاكل كبيرة بينه وبين اخواتي الصبيان، ومسكوا في بعض وضربوا بعض قدام ابني، وكانت مشكلة كبيرة جدا. وبعدها برضو اتصالحت ورجعت وقلت عشان خاطر ولادي. بنتي ساعتها كانت بيبي. وبعد كده يا ريت المشاكل خلصت، بس الصراحة حماتي كانت دايما واقفة في صفي، وكانت دايما معايا، وكانت تقوله انت لو لفيت الدنيا عمرك ما تلاقي زيها. انا تعبت من كتر المشاكل وتعبت من كتر خياناته، ومش بس كده، ده كمان بيشك فيا. دايما يمسك تليفوني ويقلب فيه، دايما يقولي رحتي فين وجيتي منين وعملتي ايه واتأخرتي ليه. لو حد رن على تليفوني بالغلط وانا والله ما اعرفه، يغير لي الخط بعد مشكلة كبيرة، ويقعد يسأل الولاد ماما راحت فين وكلمت مين ومين جه ومين راح. انا تعبت من الشك، وتعبت من الخيانة، وتعبت من مد الايد. انا عارفة ان انتوا هتقولولي انت اللي عملتي في نفسك كده، وانا عارفة ان انا اللي عملت في نفسي كده، بس انا عايزة حل. الحل اللي عندي اقولهولك، طالما لسه صغيرة تقدري تشتغلي وتصرفي على ولادك، ما انتيش مجبرة تتحملي خيانة وشك واهانة ومد ايد. انتي لسه صغيرة، عيشي في بيت اهلك واشتغلي واصرفي على ولادك. هو ده اللي انا اقدر اقولهولك. لكن اللي انتي فيه في 10 سنين مفيش حاجة فيه اتغيرت، يبقى عمره ما هيتغير. الراجل طالما اتبع اسلوب الخيانة والبجاحة عمره ما هيتغير. دي نصيحتي ليكي، ومستنيين رأيكم في الكومنتات لصاحبة المشكلة. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. ما تنسونيش في اللايك والشير وسابسكرايب للقناة، واللي أول مرة يشوفنا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. وما تنسوش تدعموا الفيديو باللايك، لأن هو ده اللي بيرفع الفيديو. واستنوني في فيديو جديد وحكاية جديدة في حكاوينا مع تومة.